اللي يحصل في السخان يديني اشاره ان في كارثه هتحصل لازم الحقها، بس انا ممكن اكبر دماغي. هبقى هلاقي السخان احيانا بيبقى الكارثه اللي بتحصل دي مش من فتره الاستخدام، لو درجه الحراره عاليه زياده عن اللازم الاقي السخان بيعمل صوت بعد ما يتقفل، ودي بتحصل في حالتين. اذا كان في ضغط ميه عالي السخان بعد ما بقفل الميه بيستمر من 5 ل 10 ثواني والع بعد قفل الميه، ده كده بيبقى في ضغط هواء في المواسير او ضغط الميه قوي جدا بسبب الموتور. دي واحد. اتنين، درجه الحراره عندي بتبقى عاليه جدا، فببتدي اشم ريحه وفي اجزاء من الفضه دي بتسيح، او العازل اللي على السربنتينه هنا ده بيبتدي يسيح، بيخرج منه حاجات بلاقيها بتسقط كده بشكل الفضه او الرصاص. ده كده يبقى انا في استخدام عندي غلط. ممكن اشم ريحه زي ريحه الشياط، كده درجه الحراره بتبقى عاليه، فبيبقى في كل الحاجات دي بتسبب لي مشكله. الحاجه الثانيه اللي ممكن تخلي النار تفضل مستمره معايا، في سوسته هنا على القاعده بتاعت السويتش، ممكن السوسته دي بتبوظ، فلما باجي بقفل ما بتقفلش على السويتش كويس، فالسويتش النار بتفضل والعه. لازم عشان اشغل بفصل الكهرباء او الحجر واركبه، او ولما باجي بقفل لازم افصل الكهرباء برضه. يعني هل استخدام السخان الغاز بانبوبه خطر؟ لا مش خطر، هو الخطر دلوقتي ان يعني المشكله اللي بتواجهني بالنسبه للانبوبه ان انا لما باجي اغير الانبوبه في بعض الاحيان السخان باجي اشغله ما بيشتغلش او بيخزن غاز، ده بيبقى هواء زياده في الانبوبه. هواء زياده في الانبوبه او القلب بتاع المنظم ضرب. الحاجه الثانيه اللي بتواجهني بالنسبه للغاز، لازم يبقى في منظم بيشتغل اسمه 30 بار، 30 فاصل واحد، 30 بار. معلومه كتير مش هيعرفها غير يعني الناس الكبيره شويه في السن، عشان دي بتدخل لي ضغط معين للسخان من الغاز. ما ينفعش يبقى انا عندي سخان 10 لتر عايز اشغله على انبوبه واجيب له منظم اخر، ده بيبقى خطا طبعا.